جاهز نقول كلام مختلف من منظور جديد؟ ان شاء الله. طب احنا هندوس بنزين شويه وهنبدا نصعب الاسئله وعلشان ودي حقيقه بجد، وانا شخصيا عانيت منها كتير. هو اشتغل يعني انا لما كانت مديرتي واحده ست، كان ده زمان جدا، انا كنت مش عارف اتعامل برضه لانه في كلتشر، وما كانش الطبيعي ان تبقى مديرتنا واحده ست، وكانت اكبر مننا في السن كتير، فكان في كمان ديفرنس في التفكير. شباب بقى وعندنا انرجي وهي كبيره وعندها خبره، بس كان التعامل مع السيدات صعب جدا. لما اتغيرت بقت راجل، في ناس استريحت وفي ناس تعبت. فهو ليه خريطة في الموضوع ده، يعني الإدارة تحت السيدات مختلفة عن الإدارة تحت الرجال. طبعا احنا مش بنقول انه في حد احسن من حد، ده ستايل اوكي. وده ستايل، ربنا خلق كل واحد بطريقة تفكير، بطريقة تعامل مختلفة. بس احنا كموظفين احنا تعبانين، احنا مش عارف اتعامل معاك ازاي، وبعدين النهارده احنا كويسين، طب ايه اللي زعلها النهارده؟ مش عارفين اوكي، التغيير من الراجل للست. شوف، الكويشن كتير سنسيتيف و... وانا فكرت فيه و... وخليني اقول لك شغله. هعطيك رايي انه الليدر اذا كان ميل او فيميل، يعني شاب او صبيه، في فرق كبير. بس الفرق الكبير بالستايل. يعني ما فيك تتوقع على الستايل تبع فيميل ليدر يكون نفس الستايل تبع الميل ليدر. اوكي، ديفرنس بطريقه الكوميونيكيشن، ديفرنس يمكن مثلا ايام بتشوف في شويه ايموشنز اكتر من ميلة الصبيه اكتر من الرجال. مش دايما بس ممكن. فالستايل بيفرق. بس انا برايي اذا الليدرز ان كان شاب او كانت صبيه عم بيشتغلوا بالمبادئ تبع الليدرشيب المضبوطه، وعم بيستعملوا هالهيومن سكيلز، بيستعملوها بطريقه لأنت ما تحس بالفرق. لأنه بالنهاية مثل ما أنت عم بتقول إنه الشاب أو البنت فيها تكون مثلا يعني صعب التعامل معها لأنها بنت. ما البنت إذا كانت بالتيم ومديرها رجال فيها تقول إنه صعب التعامل معه لأنه رجال. بس السيدات بيتعاملوا بالايموشنز اكتر مش شويه. كل، مش مش دايما. التعميم مش غلط، دايما. ولكن آه. اكتريتهم بيبقى فيه شويه ايموشنز. أنا شفت، يعني شفت كتير شرك عندهم فيميل ليدرز وعندهم تيمز كتير مبسوطين بالشغل معهم ورجال عادي. أنا برأيي هي ويمكن انت فاجئك باللي عم بقول لك اياه، بس انه في ايام غرور الرجال بخليه يحس انه هو انه انا ما بدي اشتغل عند ما ينفعش اشتغل. ليدر. ايه. ما انا قلت لك مشان كلتشر. هيك مشان هيك بصير شو ما تعمل هالشخص اللي هي الليدر لازم حدا بده ينتقدها ولازم حدا ينتقد الستايل تبعها. عرفت كيف؟ instead of يكونوا هالاشخاص بالعكس عم بيساعدوا هالليدر وامبريسنج هير ستايل، واذا شايفين في شيء غلط فيهم يحكوا معه. لانه ممكن هي تكون عم تفتح لهم. هلا بتقلي انه يعني اذا في ميل ليدر ولا ميل ليدر ما في بيرفكت وورلد، وفي انحياز عند الرجال في انحياز عند الصبي. في بتشوف مثلا في ميل ليدر عندها تيم ما بتعينش غير 90% صبايا. صبايا. انه اوكي، انه يمكن الشغله متطلب عليه يكون هيك، يمكن هالاندستري ما اكثر شيء بيشتغلوا فيها الصبايا ويمكن لا، بس في اكسبشنز دايما. بس عامه انا برايي انه لا، الليدرشيب ستايل بين الشاب وبين الصبيه بيفرق. بس الكور اذا they are good leaders هينجحوا. حينجحوا والتيم تبعهم رح تنبسط تشتغل معهم. اوكي. اوكي، بس ما في حدا بيرفكت، يعني رح يضل في اشياء تكون تزعج. هناخد اخر سؤال واصعب سؤال وهقول لك في الاخر كده عشان نحل بيه. في انماط من المديرين بيبقوا موجودين كتير جدا دلوقتي: المدير النرجسي، المدير الضعيف، اوكي، مدير مدمن شغل، اللي هو صعب ارضائه مهما تعمل. هو مش راضي على اللي انت بتعمله. صح. التلاتة دول كده لو في روشتة علاج او ايه الخريطة بتاعتهم عشان الناس تعبت منهم، وهم مش سهلين طبعا في التعامل معاهم. النارسيسيزم المدير النرجسي الاول تمام هتبدأ بيه. لانه يعني هن هوديك الشغلتين كمان فيهم يكونوا من صفات النرجسيه. يعني اول شغله انه النرجسيه يعني هي شغله يعني منا حلوه اكيد. وفي كتير عالم بدا يكذبت كم شغله من النرجسيه وفي عالم انه كتير طبعا. اشياء. كلنا طبعا بنحب هيك نفسنا، بس كل انسان بيحب نفسه بس مش كل انسان نرجسي.
فالشغلة الصعبة هي كيف تتعامل مع هذا الشخص. وأنا برأيي إنه هذا الشخص بحس حاله entitled، لأنه هو بحس حاله أو حالها entitled. وبدهم دايما هن يكونوا الموجودين بالسبوت لايت وبياخدوا الكريدت. طبعا. وهدول كلها قصص يعني عكس الاشياء اللي حكينا فيها عن مبادئ انه الانتليجنت ليدرشيب والاوثنتيك ليدرشيب وكل هدول القصص. والامباثي فانت اليوم كموظف بتيم مديرك عنده صفات نرجسية، عندك مشكلة. كارثه. مشكلة. هي صدقني هي كارثه. الفكرة كيف تتعامل معها. هي كارثة إذا ما بتعرف تتعامل معها. طبيعي. اوكي، ومنه هين تتعامل وانا لو معها. عندي لسه فريش جاد مش عارف اتعامل مع مدير نرجسي. منه هين تتعامل معها. مشان هيك اول شغله بدك تعملها تفتح خط كوميونيكيشن مع مديرك اذا كان نرجسي، وتحط معهم شويه اكسبكتيشنز. يعني انا اليوم اذا بعمل 1 2 3، يعني شو بالنسبه، يعني كيف انا بالنسبه لكم نجحت بشغلي. اوكي، ومنا هينه لانه هن ايام حتى ما بدهم يعملوا هالدوكيومنتيشن، بس بدك تجرب. الشغله الثانيه بدك تبني السبورترز نتورك برات التيم. يعني بدك تخلي العالم تعرف انت كيف موجود. مش بس يعني فيك تكون انت احسن واحد والتالنت تبعك كتير كبير، بس هو لانه عنده هالصفات مش ما باين. حيخليك تبين. صح. فانت لازم تخلي كل العالم يلي حواليك وذر بالاورجانيزيشن تبعك او بالاورجانيزيشنز اللي حدا دايما يكون شايفين يلي شو عم بيصير وشايفين نجاحاتك، التأثير بتاعك في الشركة. ولو هو عم بينسبها لإله، بس انه اتليست بيعرفوا هن هذا الشيء. وقت اللي بيصير في حيلا فرصة انك انت تطلع من هذا التيم تطلع. ثالث شغله بده يكون عندك كمان باك اب بلان، لانه في رح يجي وقت خطة بديلة. خطة بديلة. رح يجي وقت انت ما رح تكون بقى قادر تتحمل الشغل مع هذا الشخص. فمش يعني دايما يعني مثل ما بيقولوا اخر الدواء الكي. والانجليش في هذا المثل اللي بيقول انه يعني the easy way out is not always the best way out. يعني مش انه دايما اهين حل هو احسن حل. مشان هيك انا برأيي هي رح تكون بالانس، اوكي، بين انت قديش حابب الشركة اللي بتشتغل فيها، قديش حابب تكبر بهالشركة، قديش شايف في عندك فرص تكبر بهالشركة، وبين انه قديش عندك قدرة تتحمل تشتغل مع هذا الشخص، او قدرة تقدر تمانج هذا الشخص، يعني تمانج upwards. يعني تقدر تحدد الامور يلي هو هالشخص عم بيزعجك فيها. انا شايف ان الحل دايما يعني من كلامك اللي احنا قلناه كله، انا حاسس ان كلمة السر هي الكوتشنج. يعني أكيد. الكوتشنج ليه تأثير على الشركات كبير جدا، انه يخلي الشركة ناجحة، يخلي الناس حابة تشتغل مع بعض. اكيد، لانه الكوتشنج، نرجع نعطيك مثلا مثل فريق فوتبول. اوكي، اليوم انا كوتش فريق فوتبول. unfortunately انا بشجع مانشستر يونايتد، هالايام مش كتير. مش يومكم. مش يومنا. بس برجع بقول لك كوتش فريق فوتبول، اوكي، عنده كلهم شيء اي بلايرز؟ لا ما ينفعش كلهم يبقى بلايرز، مش كلهم هتعمل خناقة. مش بس هيك، يعني انت اليوم بتجي على بتاخد تستلم تيم او تستلم فريق مش كلهم اصلا اي بلايرز. يعني انت وظفتهم كلهم. قليل تما انت تيجي تستلم الا اذا شركه عم تتاسس تبدأ بالأول. وحتى لو وظفتهم كلهم ثينكينج انه هن اي بلايرز، رح اخر شيء يطلع عندك سي بلايرز وبي بلايرز واي بلايرز، وما في البيرفكت تيم، صح؟ فهالكوتش بده يقدر يستكشف من الجيرني اللي بيعملها معهم، من الوقت اللي بيقضيه معهم، من التمارين اللي بيعملها معهم، شو هن نقاط القوة تبعيتهم، شو هن نقاط الضعف، يعرف يستفيد من كل هالنقاط بديفرنت استراتيجيز. وهالاستراتيجي بتكون بيعرف انه اذا لعب مع هذا الفريق بده هيدي استراتيجي بهمه هدول اللعيبه، اذا لعب مع هذا الفريق بغير الاستراتيجي تبعه، بغير اللعيبه. ايام بيكونوا مثلا 5 بيفيدوه بكل الاستراتيجيات، و5 تانيين غير الكيبر يعني بيفيدوه باستراتيجيات معينه. فبتشوف بكل الفرق الناجحه انه ايام في فرق بتكون ما عندها سوبر ستارز بس قادرة توصل وتحقق نتائج كفرقة. وفي فرق عندهم كتير سوبر ستارز وعندهم يمكن فريقين فوتبول، فريق بالملعب وفريق على البنش، ومش قادرين يحققوا نتائج. رح أعطيك اكزامبل باريس سان جيرمان مثلا. يعني في وقت كان في نيمار وكان في ميسي طبعا، وكان في مبابي وكان في سوبر ستارز. طيب ما قدروا يربحوا تشامبيونز ليج. فاليوم الكوتشنج كتير مهم. وانا بقول لك اذا ما قدروا يربحوا تشامبيونز ليج مش لانه هن ما بيعرفوا يلعبوا، بس لانه انا اي بليف الكوتش اللي كان موجود ما عرف كيف يستفيد من كل هالنقاط القوه. فالكوتشنج كتير مهم. الكوتشنج هو بيعطيك نظره على الامور
بس بيخليك انت تشوفها هذه النظرة، انت تستخلصها من الحديث اللي بتحكيه انت والكوتش. مش انه الكوتش رح يجي يقول لك انت لازم تعمل هيك وانت لازم تعمل هيك، لا، الكوتش ما بيقول لك انت شو لازم تعمل. دكتور لازم يسمع الكوتش الاول. بيساعدك. مم. والكوتش الشاطر بيمشي بالفلسفي تبع الانتليجنت ليدرشيب. يعني اليوم ما في وهي الانالوجي اللي بنعملها نحن للطب. يعني اليوم انت ما بتروح عند طبيب وبيعطيك دواء بلا ما يعرف شو المشكلة. صح. صح، يعني there is no cure without مش هياخد diagnosis. الدواء بتاعه لو ما سمعنيش اصلا. وبالكوتشنج نفس الشيء. بالكوتشنج بدنا نعرف شو الدياجنوسيس، شو المشكلة، تنقدر نساعد نلاقي الحل. مم. الفرق بالطب انك بتعطي الدواء، بالكوتشنج ما في دواء. بالكوتشنج هي discussion، هي questions that the coach will ask تا يخلي هالشخص هو يوصل للحل ويقرر لحاله شو الحل الأنسب للسيتويشن اللي هو بيكون فيها. لو انا النهارده عايز نطلع بحاجه كده للناس اللي بتسمعنا ونعمل سايكومتريك تيستس، عشان اللي يجرب السايكومتريك تيست ديت او يشوف شخصيته هيتفاجئ زي ما انا اتفاجئت كتير جدا بتفاجئوا انه احنا على الورق الافاتار بتاعتنا حاجه تانية خالص. احنا على الورق ناس تانية. احنا ممكن نكون عارفين نفسنا او فاكرين نفسنا عارفين احنا ازاي، بس لما بعد الاختبار ونتيجته بتطلع والتحليل اللي بيطلع وراه بتلاقي حاجه تانية خالص أوكي. ممكن تكون صادمه الى حد كبير. ممكن نعمل ايه؟ شوف، يعني على شرف القعدة الحلوة اللي قعدناها ويلي نحن يمكن لازم بعد نقعد نحكي وحتى لو مش اكيد. عم نسجل. آه في شغلتين فينا نعملهم. واحد، في some free assessments موجودين اونلاين، فاللي نحن فينا نعمله we can share هدول الاسسمنتس، اللينكس لهدول حلو. الاسسمنتس. اوكي. يعني والمستمعين او المشاهدين اللي عم بيحضروا فيهم يفوتوا على هذا اللينك ويعملوا الاسسمنتس. اوكي. اللي هيبقى محتاج نبعت له اللينك نبعته له، مفيش مشكلة صح. خالص. اوكي. اول 5 اشخاص بيعملوا الاسسمنتس فينا نعمل لهم ديبريفينج فور فري. دي بريفنج فور فري. يعني نحن بنشوف تقعد شو معاهم الريبورت، كواليتي بنقعد تايم. معهم على زوم كول وبنفسر لهم شو الريبورت تبعهم بيعني. اوكي. ليهم شروط معينة الناس اللي هتعمل كده، يعني لازم بالنسبة يكون للفري اسسمنتس الفري اسسمنت اي حد فيرست كام هيبقى فيرست سيرف. تمام. اوكي. انما اول 5 دول بس اتليست اللي بده يجي يكون جاي بهدف معين. يعني مش بس تيعرف، بده يعرف تيحسن شو، او عارف لازم يكون حاله ليدر عنده. ايه، ولا مش شرط؟ مش شرط، تمام. لانه بالنهايه leadership is not about titles. انت you صح. lead in everything. صح. فمش شرط يكون هو مدير، بس يكون اتليست الشخص هو او هي جايين عارفين حالهم انه هن مثلا عم بيعملوا هذا التست لانه حابين يعرفوا شيء معين. لانه وقت اللي انت بدك تحكي مع كوتش بده يكون في هدف للحديث. تمام. هلا فينا نحن نفسر لهم، بس فينا كمان نفسر لهم بشكل انه كيف يستفيدوا من هالريبورت. طيب نعرف نقول لهم التفاصيل كيف دي يستفيدوا، بدنا نعرف شو الاهداف اللي هن بدهم اياها. التفاصيل دي هتبقى موجودة في الديسكريبشن بتاع الفيديو علشان الناس ممكن تبقى صح. عارفة ايه الحاجات المطلوبة وازاي احنا هنساعدهم. صح. مشكورا طبعا حضرتك الاي تي تي هتساعدنا في الحتة بتاعت اول 5 دول. صح. صح. والشغله الثانيه اللي نحن وي كان اوفر بالنسبه لموضوع الايموشنال انتليجنس، قلت لك نحن فينا ان يعني وي ار سيرتيفايد انه نقدر نطلع الليدر بروفايل للليدرز والتيم بروفايل للتيم. فانه حيلا شركه حابه يكون عندها تيم حابه انه تساعد الليدر تبعها يفهم الايموشنال انتليجنس بروفايل تبعه او تبعها، او التيم بروفايل، او الاثنين، نحن more than happy يعني to offer a great price for like the first let's say اوكي جريت. 3 حلو. companies. وبنبقى بنتفق نحن شو الكونديشنز والسايز تبع التيم وكل هدول القصص وبنحطها على الفيديو. احنا ممكن نبقى طماع اكتر. حاجة ممكن. صغيرة ممكن نعمل حاجة كده اونلاين فري للناس اللي هتبقى انترستد انها تسمع وتفهم يعني ايه اصلا ايموشن انتليجنس اصلا. يس احنا اكيد. بنتكلم عن ايه اصلا. اكيد فينا تمام. نعمل ويبينار اكيد. طيب ودي برضه هيبقى مكتوب التفاصيل بتاعتها لما الفيديو ينزل، انه اللي حابب يسجل معانا هتبقى ده فري. 100% حاجه اونلاين كده وانت اللي هتديها، with مش حد pleasure مش حد من التيم بتاعك، انت اللي هتعملها. if you wish. طيب تمام. انا بجد والله شرب اتشرفت بيك، ويعني انا اي انجويد واتعلمت، ويعني اتمنى ما اكونش تقيل عليك لا او بالعكس، الاسئله. انا كمان I enjoyed وتعلمت. وبتعرف انه هي دايما يعني learning is a dual direction يس يس. و I فاتمنى طبعا appreciate it. يا حبيبي تسلم. فانا يعني ان شاء الله باذن الرحمن هنبقى في برضو نعمل حلقات مع بعض ان شاء الله، بس تجينا مخصوص كده زي ما سافرت. انا عارف الله رد. انت جاي مخصوص علينا، ولكن ان شاء الله انا ممكن نعملها مره تانية وثالثه ورابعه. واعتقد ان في بعض المعلومات لسه انت ما طلعتهاش، هنحاول نضغط عليك اكتر ونطلعها.
listen أنا I truly hope إنه يعني I was able to share some values مع العالم اللي عم تشوفنا وتسمعنا وبرجع بقول لك ثانك يو على لأنك فاجأتني بهيدي بالفيدباك تمام. مع انك عملتها من ورا مش انا، ده ظهري انت اللي بس انه عملتها. يعني فا I دول انت appreciate it وثانك يو لكل اللي عطيوا فيدباك I appreciate it. تسلم حبيبي، شكرا جزيلا شربل. شكرا يا عمرو. اشوفك على خير. الله رد. طيب احنا كده حطينا خريطة كبيرة قوي للإدارة وعلاقة الموظف بالمدير أو القائد، وانه ازاي نحط تفهم المفاتيح الشخصيه عشان تعرف تتعامل معاها. الموضوع طبعا كبير جدا، بس احنا قدرنا نحط تقريبا خريطه كده كبيره بمفاتيح عريضه. مفيش حاجه اسمها صح وغلط في الاداره، لازم هي بتبقى مبنيه على الممارسه بلس، او يعني زائد كمان شويه كورسات وشويه كوتشنج من شركات زي LITT زي ما اتفضل النهارده شربل ووضحها. اتمنى طبعا يبقى الحلقه دي مفيده ليكم، وان شاء الله برضو انتظرونا في حلقات هنتكلم عن مواضيع شائكة تخص البيزنس بس من منظور تاني.